السلام عليكم يا الخوة، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو خفيف وظريف باذن الله. هذا الفيديو هذه راح نديرها ونبعثها لهاد لاشين هذه اللي هي الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج. راح نبعثها لهم سو فورم دو فيديو ريبونس. وهاد الفيديو هذه اللي راني ندير فيها ان شاء الله اليوم راح تكون اسئلة لعلي بن حاج. نطرح عليه ثلاث أسئلة وإن شاء الله هاد لا فيديو تجوز عندهم. راهم يجوزوا لي كومونتير، يعني نشوف فيهم يعني ناس يجوزوا لي كومونتير، يا با بروبليم، ما فيش مشكل. وإن شاء الله أنا الكومونتير تاعي يجوز كومونتير فيديو سو فورم دو، يعني في صيغة سؤال. علي بن حاج هدر واستشهد بآية من القرآن، سورة التوبة الآية 31. واش يقول فيها الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نسمع علي بن حاج. أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنتم تقولون قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال لسنا نعبدهم يا رسول الله، احنا لا نسجد لهم، نحن لا نعبد لهم، ما نركعوا ما نسجد. فاسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم. العبادة مش سجود برك وركوع ولا. فما أكثر الناس الذين يعبدون السلطة. اسمعوا مليح، هنا يبدأ استشهد بآية واستشهد بحديث. واش يقول؟ الناس يعبدون السلطة. شوف كيف يجيب لكم آية ويديكم طاقوش. تتبعوني مليح. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لا يسجدون لهم صح، ولكن عندما تأتي السلطة الشيء الذي حرمه الله تحله وتجعل له قوانين وتدافع عنه وتعاقب من يغير هذا المنكر، ثم تطاع في هذا. هذه الطاعة ماذا تسمى؟ تسمى عبادة. اقرأوا تفسير الآية القرآنية الكريمة. والله العظيم هذاك وجدت، رحت نقرأ تفسير الآية الكريمة، وانت هنايا واش قلت؟ أنه الآية تتكلم على طاعة السلطان والسلطة، بمعنى الحاكم. روح نشوف القرآن. أنا نوصي الإخوة تاعنا الجزائريين لما هذا يستدل بآية وقرآن وحديث ويقول لكم روحوا، ما منعكمش تروحوا القرآن، روحوا ما تسمعولوش كأنه هو اللي قال القرآن. ورحنا نشوفوا التفاسير، ورحت شفت التفاسير على كل حال. وهذا السيت هذا تاع التفاسير تروح تشوف السورة الآية وأي تفسير تريد انت. فأنا يعني تفسير الطبري معروف، خديت تفسير الطبري وخيرته، ونتكلوا على رب العالمين واش يقول تفسير الآية هذه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول جل ثناؤه: اتخذ اليهود أحبارهم وهم العلماء، مش على السلطة، علماء. وقد بينت تأويل ذلك بشواهده فيما مضى من كتابنا هذا. قيل: واحدهم حبر وحبر بكسر الحاء منه وفتحها. وشنو هو الأحبار يعني باش تفهموا؟
نعاودوا نقولوا الآية، تفسير الآية هاوليك، حنا اللي موالفين هذا هو، هذا هما اللي رابع بالفرنسي. إما لا يقول لك يراد به مداد العالم حبرا، يعني هذا اللونكر تاع العلم، وذلك الفراء أنه سمعه حبرا وحبرا بكسر الحاء وفتحها. والنصارى رهبانهم يعني لي بير وهم أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم. سي لي موان هذوك اللي يضلوا يقراو في الإنجيل ويفسروا فيه ويأولوا فيه. حدثنا ابن وكيع قال كان ابن أبي عن سلمة عن الضحاك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال قراءهم وعلماؤهم. هنا تانيك ما يقولش السلطة ومراؤهم أو حكامهم أربابا من دون الله، يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليه، ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله عليه لهم. وهنا هو استدل بحديث وهيك قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، فقال ما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا يحلون لهم فيحلون. واش يقول لك تانيك؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال قلت بلى، فتلك عبادتهم. واللفظ لحديث أبي كريم. أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. زيد نسمع شوي. قال عبد الله بن عباس لم يأمرهم أن يسجدوا لهم ولكن أمرهم بمعصية الله فاطعهم فسماهم الله بذلك أربابا. أو يتكلم على الرهبان والأحبار يعني العلماء. دركا هاد علي بالحاج نطرح لك سؤال. لما القرآن يقول هك، والقرآن يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وش معناتها؟ الإسلام جاء كآخر الديانات. لماذا؟ لأن التحاريف هذو اللي وقعوا في الديانات الأخرى الإسلام قال لك هاو الدين الحق وهاو آخر نبوة خلاص. لكن هذه الآية واش تقول لنا؟ قلنا احذروا الأحبار والرهبان، بمعنى الناس اللي عندها علم في الدين ولكن يأمرون الناس بالمعصية. نعطي مثال مثلا، لما عالم في الدين معروف يجوز في الجزيرة يأمر بقتل المسلمين، فهذا تنطبق عليه الآية. لما رجال الدين يأمرون المسلمين بالقتل والذبح للمسلمين، فهذا تنطبق عليه الآية. والناس اللي يطبقوا واش يقولهم هاد العلماء ويخالفوا انه النبي وصى انه ما تقتلش المسلم، ما تخوفش المسلم، ما ترعبش المسلم، هاد الناس اللي راهم يقولوا قال لك الشيخ، انا قال لي الشيخ،
نفتولي هادو تنطبق عليهم الآية هادو، إنهم يعبدون الشيوخ تاعهم. وهذه هي الرسالة الإسلامية، هذه هي أنك ما تعبدش الإنسان. عندك قرآن عندك سنة، إذا اختلف عالم مهما كان مع القرآن والسنة تقول له لا. مثلا القرضاوي يقول لك اقتل القذافي، تقول له اعطيني الدليل. ماشي قال لي الشيخ هو يعرف. هذا هو الآية المعنى تاعها، ما عندها حتى علاقة مع واش راك تقول يا علي بالحاج، انه السلطة. وانت الآن راك تعمل مثل ما كانوا يعملوا النصارى واليهود، يحرفوا في الدين. لما الله سبحانه وتعالى يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآيات تبقى، لكن لأولهم يفسرهم تفسير غير تفسيرهم، هذا تحريف. راك تعمل واش كان يعملوا أحبار اليهود والرهبان تاع النصارى. نطرح عليك الآن السؤال الثاني. هذا السؤال الأول، لماذا أنت قلت السلطة والتفاسير كلها تقول العلماء من اليهود والنصارى؟ دركا نجيو للسؤال الثاني. هنايا لو 4 فيفري داروا لك فيديو وين تقول انت هذا الكلام هذا، اسمعوا مليح. انتم تتصوروا ويحيى نحاوى من ماذا؟ من دايرين. انتم عن بالكم باللي نحاوى اصحابه؟ انا نعم مكاين. الان راح ويحيى وما نتكلمش عن الراجل، لانني لا اتكلم عن الرجل الا وهو في ماذا؟ وهو لما يطيح انا ما نتكلمش عنه. ليس من شيم الرجال ولا من شيم كذا. صح. هنا رانا 4 فيفري 2013 يعني 2013. انت تقول ما تتكلمش على أو يحيى لان هذا ليس من شيم الرجال، تتكلم على واحد ماش في مكانته. والله العظيم متفق معك 100%. ليس من شيم الرجال انك تتكلم على واحد ماش في المنصب، ماش في المنصب لكنه حي. وهل من شيم الرجال تتكلم على واحد ميت؟ سؤال مطروح ليك يا علي بالحاج. قل لنا صراحة، أنا علي بالحاج أكفر محمد بوضياف وأكفر محمد العماري، فهذا يسمح لي أني أتكلم عليهم ويجعلني من شيم الرجال. أنت هنايا جيت قلت هنايا قدام الناس اللي هم قاعدين قدامك، قلت أنه محمد بوضياف طاغية وهو السيد راهو في قبره وخلاص، يعني فات، راهو مر عند اللي حاسب. انت جيت هنايا السيد في قبره كانوا يدفنوا فيه هذاك النهار، تقولنا الفريق العماري الهالك، ما ندعيلوش بالرحمة، الهالك. هل هذا هو التسامح؟ حتى ولو كان خصمك السياسي وخصمك في الدنيا، ما كنتش قادر تترفع عنك تقول احنا خاصمنا معاه في السياسة، لكن هو عند رب العالمين ورب العالمين يحكم بيناتنا. أنا تقول ليس من شيم الرجال، تهدر على الناس اللي مازالهم حيين وبرك البوست تاعهم راح. انت تجرأت تتكلم على ناس موتى مدفونين، جزائريين مسلمين. هل يعني واش عمل بوضياف للجزائر ومقارنة واش عمل بوضياف ويحيى الجزائر كان وجه للمقارنة؟ كان وجه للمقارنة. سيد مؤسس جبهة التحرير الوطني، مؤسسها. ولا عندك حسابات يعني انه مثل ما عودتنا توقيف المسار الديمقراطي وتوقيف مسار الانتخابي، هذيك حاجة أخرى، هذاك ماشي إسلام، هذاك حسابات شخصية. فهمنا دركا، هل من شيم الرجال تتكلم في واحد ميت؟ راك قلت لا يجوز تتكلم في واحد حي ماش في البوست تاعو، بصح تكلمت في موت انت. نكملوا، مازال ما خلاش الهضره هذه. الإسلام على كل حال باش نكونوا واضحين. في الإسلام احنا ما عندناش الحاكم ينتخبوا عليه
الإسلام ما عندناش هذا. في الإسلام عندنا حكم، عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع ينتخبوا الإنسان الصالح اللي يطبق الكتاب. وهو ما جاي يطبق في الكتاب والسنة ويطبق في الشرع، ما نديروش انتخاب، نخليوه ما دام لا يطبق في الشرع، ما دام لا يخالف الشريعة وما يخالف الكتاب والسنة، على نحيوه. وما دام يخالف الكتاب والسنة على نخليوه يلعب فيه، نحيوه في العام الأول، نحيوه في الأسبوع الأول، نحيوه في الشهر الأول. هذا هو الحكم الشرعي. إذا الأخ العالي بالحاجة تقول الحكم الشرعي اللي ما يطبقش الشرع نحيوه في العام الأول، في الشهر الأول، في الأسبوع الأول. يعني أنت قلت الحكم الشرعي أنك ما تعطيش أسبوع، ما تعطيش شهر، ما تعطيش عام، حتى يعني الحاكم يتأقلم مع الجو ويطبق الشريعة بالعقل. يعني لازم جاء اليوم بلد إسلامي يحكم اليوم بالشرع، إذا ما دارهاش ما نخليوهش حنا 4 سنين، ما نخليوهش عام، ما نخليوهش شهر، ما نخليوهش سمانة. نطرح لك السؤال، يعني هل ممكن أنت تقول في إحدى الدروس اللي تعمل فيها في المسجد أنه الرئيس المصري مرسي رئيس اليوم عنده فايت أسبوع، فايت شهر، فايت 3 أشهر، فايت 6 أشهر، ما يحكمش بالشرع، واليوم يعني مصر ما تمشيش بالشريعة اليوم. يعني رانا 5 فيفري، مرسي راهو يتناقش مع الصندوق تاع لافامي، يطلب منهم قروض بربوية، يعني والله ماحقون الربا. يعني هل يجوز نخليوه ولا نستناوه حتى وين يكمل 4 سنين تاعو؟ سؤال يعني مطروح. راك قلت انت هنايا، وانت قبل من هاد ما قلتها هدية في لامينوت 10 قلت الواحد ما لازمش يتغير، لازم يبقى دائما على موقف تاعو. هل انت دائما على هذا الموقف ولا تغيرت؟ يعني هل لازم نخليو مرسي ولا لازم نحيوه يعني كمسلمين؟ ماشي كجزائر، انا ما يهمنيش الامر المصري، يعني على المسلمين المصريين واش رايك فيهم يعني؟ المهم هادو 3 اسئله، وراح نبوستي هاد لا فيديو هاد لاشين هاديه، وان شاء الله تعقب راح نبوستيها في لا فيديو اللي دارها لو 4 فيفري، ونشوفوا ولا يجوزوها ولا يوصلوا له الاسئله. عمر بن الخطاب قال لهم من يعني في منكر يغير، قالوا نغيروه بالسيف، حنا ماشي بالسيف، بالكلام. اذا راك انت على الحق جاوبنا على هذه الاسئله، ولا ماكش على حق توب الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.